تبسمت الحياة لنا بحب ومن الله إذ جمع القلوب. رأيتك غيمة تهمي صفاء وتهدي خاطري أنسا وطيبا. تبسمت الحياة لنا بحب ومن الله إذ جمع القلوب. رأيتك غيمة تهمي صفاء. يا صباح الخيرات على قلوبكم وعيونكم يا أجمل متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. توحشوني من الفيديو للفيديو. تعالوا النهاردة نشوف بنعمل ايه. بنعمل سمك مكرونة كده زي العسل يستاهل بقكم. تعالوا نشوف الدقة بتاعته عبارة عن ايه. نسمي بالله كده ونشوف عملناها ازاي. معانا فلفل أحمر كده سبايسي، ومعانا توم وليمون وكمون وخل وبهارات سمك، وضربنا كل ده في الخلاط مع بعض أو في الكبة. هيطلع لنا بالشكل الجميل ده. طبعا نظبط الحياء بتاع الملح، والسمك منضفينه زي ما وريتهولكم في اول الفيديو كده، قلبه زي القشطه زي قلوبكم البيضه بالظبط. بس قبل ما ابتدي اي حاجه بقى متنسوش بقى تعملوا لنا لايك كده، عشان اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو، وشجعوني بيه. واللي ما اشتركش في القناه يخش ويعمل اشتراك بسرعه، وفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم مني كل جديد. انا حيقت السمك كده بالدقه بتاعته، وسبته ايه في يعني يوم كامل، فاهمين؟ عشان ايه؟ ياخد من الحياء بتاعه. لو عايزين قبلها بساعتين عادي مفيش مشكله. وهنا كده بقى جبت الدقيق بتاعي وبهره، بحط له كمون وبحط له كزبره وممكن شطه ونسبه من الملح ومعلقتين كبار من النشا. وابتدي كده اغلف السمكايه الجناب وكل حته فيها عشان تتحمر وتطلع مقرمشه معايا. انا بحب احط للكفر بتاعه اللي هو الدقيق كركم، بس ما كانش عندي فعادي مش مشكله. وهنا هعمل الرز وهقلي السمك مع بعض. كده الزيت سخن معايا، هنزل بيه في السمك. معايا بقى نص الليمونه ده اللي هو اللي انا كنت عامله بيه الدقه، ما رميتش القشر، خليت القشر وبحطه معايا في الطاسه وانا بقلي السمك. بيمنع اي ريحه سمك تطلع خالص، ولا كأنك بتقلي سمك. فبخلي قشور الليمون دي جنبي، كل ما واحده تتحمر اشيلها واحط غيرها. اهي شايفين؟ ورا كل طاسه بشيلها واطلع غيرها. السمك اول طاسه كده اتحمرت معايا، وحطيت كده الباقي. معايا هنا بقى بصل الرز استوى اتحمر. هي الكاميرا مغمقاه كده، بس هو كان افتح من كده درجه. نزلت عليه بعصير طماطم، 4 حبات من الطماطم كده خلطتهم في الخلاط ونزلت عليهم. بحط كمون وملح وحبه من محسن الطعام. الكلام ده كله يغلي مع بعض، واقوم نازله عليهم بالرز واسيبه بقى يستوي مع بعض. هنا عملنا الرز والسمك. نيجي بقى نجهز السلطه بتاعتنا. غسلت خضار اهو جهزته، اخرطها كده واوريها لكم. طبعا سلطه السمك تحب الليمون الكتير زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى كان الرز بتاعي كده اتشرب، هديت عليه قلبته تقليبه وهديت عليه واسيبه ايه يكمل سواه مع نفسه. شايفين مفلفل وزي الفل ازاي، ولونه كده جميل، ولا فاتح ولا غامق قوي. السمك بتاعي اتقلى طالع ذهبي ومقرمش وزي الفل. كده الاكل بتاعي يكون استوى وجاهز. بحس ان اكلة السمك دي يعني باكله بتبقى سريعه برضو، مش مفيهاش شغل كتير ولا حاجه ولا وقفه كتير. هو بقى للسمك وبعمل الرز جنبي. كده الشكل النهائي للسمك، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. جربوا الطريقه بتاعت الدقه بتاعت السمك دي هتعجبكم قوي. طعمها ما شاء الله اللهم بارك جميل. انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.